وطنيا وفي إطار استراتيجيته للتوسع الترابي وتحقيق تكافؤ فرص الولوج إلى التكوين، قام المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بإطلاق مفهوم ديناميكي للقافلة المتنقلة للتكوين المهني، وهي آلية مبتكرة تهدف إلى تقريب عرض التكوين من الساكنة القروية وتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب المستفيدين. التفاصيل مع مريم بن زكري وأنور الغماري. في خطوة ترم تعزيز تكافؤ الفرص، أطلق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمدينة تيسا إقليم تاونات القافلة المتنقلة للتكوين المهني، مبادرة مبتكرة تستهدف تقريب خدمات التكوين من شباب العالم القروي، مما يتيح لهم فرصا أفضل لاختيار مساراتهم المهنية. قافلة التكوين المهني حاولنا نوفر من خلالها عرض تكويني يتماشى مع الحاجيات كما وكيفا، ومن ناحية إعطاء الاختيارات متنوعة بالنسبة للشباب. انطلقنا من الكونسيبت القديم اللي كنديروا اون يونيتي موبيل دو فورماسيون، كدير اون سول فورماسيون في لي كومون اللي كيطلبوا هذا التكوين. دزنا اترافير القافله عرض تكويني متنوع. هذا المشروع يشكل تحولا نوعيا في مفهوم التكوين المتنقل، حيث يعتمد على تجميع عدة وحدات للتكوين في موقع واحد، مما يتيح للشباب المستفيدين تنوعا أكبر في التخصصات ويعزز ملائمة التكوين في مؤهلاتهم وطموحاتهم المهنية. التحقت قافلة التكوين المهني في شعبة الانفورماتيك، حيث اتاحت لي الفرصة للاستفادة من عدة مهارات خلال الدورة التكوينية. تعلمت العديد من المهارات مثل السيستم دو وورد، السيستم دو اورديناتور وغيرها. بعد الحصول ديالي على شهادة التكوين المهني في شعبة الانفورماتيك أطمح للعمل في عدة مهارات واكتساب خبرة أكثر في هذا المجال. وفروا لنا مجموعة من الأجهزة والمعدات ومعدات العمل، وأطمحوا إلى متابعة دراستي وخوض تجارب أخرى مستقبلا. تعلموا الدراري بزاف المهارات مدة ديال 3 شهور. ما بين المهارات اللي تعلموا هناك كيفاش يتعلموا كيفاش يقراوا الشيمات، كيفاش ياناليزيو لي كود ديفو، كيفاش يعرفوا لي ديفيرون سيستيم اللي كاين في الفييكول، منهم سيستيم ديكليراج، سيستيم تشارج، سيستيم ديماراج، نوفيل تكنولوجي في الفريناج، يعني اخر تكنولوجي اللي غيحتاجها ستاجير لقاها هنا في هاد لي زينيتي موبيل ايكيبيا بديرينيغ جينيراسيون اللي غيحتاجوها في سوق الشغل. كما توفر القافلة المتنقلة بمدينة تيسا طاقة استيعابية تصل إلى 75 مقعدا بيداغوجيا موزعة على 5 تخصصات مهنية تم اختيارها بعناية للاستجابة لحاجيات سوق الشغل المحلي.